صباح الخير عليكم. بص يا معلم، هو انا هنصحك نصيحه صغيره قد كده لوجه الله، والله العظيم لوجه الله. لو انت صاحب شغل ايا كان الشغل ده ايه، مصنع او شركه او سوبر ماركت او صيدليه، ان شاء الله حتى كشك سجاير، ومعاك ناس بتحبك وبتخاف عليك وعلى شغلك كانه شغلهم بالظبط ويمكن اكتر كمان، وعايزين لك مصلحتك في اي وقت وعايزين يكسبوك ومش عايزين لك الخساره باي شكل من الاشكال. وفي اي وقت بيبقى شايف في حاجه معينه في الشغل مثلا عايزه تتعمل، آه، تكبر بيها من شغل المكان وتعلي بيها شغل المكان، وحاجه في المصلحه بالنسبه لك انت، هم ما بيتاخروش. واي اقتراحات انت تتخيلها ممكن تظبط من الدنيا وتعلي من الشغل وتخلي المكان في حته تانية خالص. يعني اوعى تخسر الناس دي، يعني نصيحه والله العظيم بجد ما تخسرهمش، لانك انت اللي هتخسر كتير جدا جدا. مش ما تخسرهمش انك تمشيهم من المكان او تسيبهم مثلا يمشوا من المكان، لا هم ممكن على فكره يبقوا موجود في المكان او موجودين في المكان، بس بطريقتك انت وباسلوبك انت ممكن تخليهم يتحولوا موظفين. فانا جاي اقول لك اوعى، اوعى تخلي الناس اللي موجودين معاك وبيشتغلوا معاك وبيحبوك ويتمنوا لك الخير وللمكان اللي انت فيه يتحولوا موظفين. اقسم بالله العظيم الناس دي لو اتحولت من محبين ليك وللمكان ولمصلحة المكان لموظفين، والله لا تخسر، والله العظيم لا تخسر كتير جدا حتى وهم موجودين معاك. مش بقى هيسيبوك ويمشوا، لا، حتى هم موجودين معاك وحولتهم موظفين انت هتخسر، هتخسر كتير جدا. كمان في مقولة بتقول وكلنا عارفينها، ان الشغل ما بيقفش على حد. لا يا معلم، الشغل بيقف على حد لما يبقى معاك ناس بتكسبك اضعاف اللي كنت بتكسبه قبل كده. يعني انت مثلا قبل كده كنت بتكسب 5 قروش، وليكن انت جبت ناس جديده، يعني وليكن واحد واثنين وثلاثه، الناس دي كويسه وامينه واخلاق وعندهم ضمير وبيخافوا عليك وبيحبوك ويخافوا على مصلحه مكانك وعايزين لك المصلحه. والناس دي يكسبوك بدل ال5 اللي كنت بتكسبهم يبقوا مثلا 8 او 9، يبقى الشغل بيقف على حد. فاللي قال لك الكلمه دي ظلمه. اقسم بالله العظيم كلمه الشغل ما بيقفش على حد دي يعني من ضمن اكبر اكاذيب اتقالت في التاريخ عموما. لانك انت الناس دي اللي كانت بتكسبك اكتر، او بمعنى اصح بيكسبوك اكتر ما كنت بتكسب، ولما مشوا انت هترجع تكسب 5 تاني. انت كنت بتكسب 9 او 8 وهم معاك، انت هترجع تكسب 5 بس تاني، فاهم؟ فاللي هو فعلشان ما نطولش عليكم، بس انا بقول الكلمتين دول لان انا بقالي تقريبا دلوقتي بتاع 20 او 21 سنه شغال في مجال معين، ومن قبليهم كمان. فانا صادفت يعني اللي هيعدي عليكم ومش هيعدي عليكم، واشتغلت مع الدنيا كلها وعرفت ده وعرفت ده وعرفت ده وعرفت ده، تمام؟ فاللي هو انا مش هقول الكلام ده من فراغ، بس والله والله كل كلمه اتقالت في الفيديو ده صح يعني. صباح الفل.